السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الثالث ثانوي، يلا بينا يا بطل. جه الدور على الوحدة الثالثة، الوحدة اللي كانت بتتكلم عن أمن المعلومات وإزاي بنأمن المعلومات، وإيه العناصر الأساسية لأمن المعلومات، وإيه الجرائم الإلكترونية، وإيه الحاجات اللي بتهدد أمن المعلومات، وشوية مشاكل كده في المعلومات عندنا وفي أمن المعلومات. طيب تعالى نشوف الدنيا بتقول ايه. الدنيا سهله وبسيطه، وزي ما قلت لك الموضوع هيكون خفيف خالص بالنسبه للمكثف، لاني عامل لك الموضوع كله في حاجات ملخصات يعني. طيب الوحده الثالثه اول درس كان بيتكلم عن امن المعلومات. كان عندي 3 عناصر اساسيه للمعلومات، 3 عناصر اساسيه لامن المعلومات، 3 عناصر اساسيه لامن المعلومات. لما يقول لي ايه ال3 عناصر الاساسيين لامن المعلومات، اقول له سريه سلامه توافريه. اقول له سريه سلامه توافريه، سريه سلامه توافريه. ايه هي السريه؟ قال لي لما يكون المعلومات بتاعتي امنه، محدش يسمع عنها، محدش يشوفها من غير ما يستأذنني، محدش يخش على المعلومات ويعرف المعلومات بتاعتي من غير ما اكون انا سامح له بده، كده السريه بتاعتي ايه؟ تمام. طب لو حد شاف معلومات بتاعتي مش المفروض ان هو يشوفها او يطلع عليها، كده هو اخلي بمبدأ ايه؟ السريه. فبيقول لي هي الحاله التي يمكن فيها فقط لافراد مصرح لهم الوصول الى المعلومات. يعني يربط لي السريه وهدم السريه بان شخص دخل على اكونت، شخص دخل على اكونت بدون الحصول على اذن، يقول لك ده بيضر بمبدا ايه؟ تقول له السريه. ليه؟ عشان السريه بتضر بالايه؟ بالوصول الغير المصرح بيه، او بتضر بالوصول ان هو في افراد وصلوا للمعلومات وهم مش المفروض يوصلوا للمعلومات دي. طب تاني عنصر عندنا السلامه، قال لي هي الحاله التي لم يتم فيها تدمير المعلومات. يعني ايه؟ يعني المعلومات بتاعتي سليمه، المعلومات بتاعتي محدش لعب فيها. رحت يا عم نزلت بوست على الفيسبوك، تمام، تاني يوم لقيت البوست ممسوح، او لقيته مثلا نازل بشكل غير اللي انت كنت منزله، حد عدل فيه، حد عدل في الكلام بتاع البوست ده، كده السلامه بتاعت البوست زي ما هي؟ لا. واصلا في مبدا تاني اخلي بيه لو خدت بالك، اللي هو السريه. ليه؟ لان في شخص دخل على الاكونت عشان خاطر يضر ويتلاعب بالايه؟ بالبيانات بتاعتك. طيب تالت حاجه عندنا التوافريه، والتوافريه اربطها بايه؟ بالعيش. انا العيش عندنا فيه توافريه في مصر الحمد لله، وربنا يعني يكرمنا وان شاء الله يبقى عندنا توافريه في اللحمه وباقي المنتجات. فانا اول ما امي بتقول لي هات ب 20 جنيه عيش وانت طالع، بجيب عادي. ليه؟ لان العيش متوفر بكميات. طيب يبقى كده العيش التوفريه بتاعته عاليه. طب انا عايز نفس البوست بتاع الفيسبوك، دخلت ادور عليه لقيته مش موجود، كده المعلومات بقت متوفره؟ لا. يبقى انا طول ما بحصل على المعلومات، طول ما المعلومات بتاعتي كل ما بعوز اخش عليها وكل ما بعوز اشوفها بلاقيها. طب ما لقيتش المعلومات، لو ما لقيتش المعلومات بتاعتي يبقى التوفريه ايه؟ اتهدمت، التوفريه اتهدمت. طيب بعد كده بيقول لي بقى في تهديدات يا عم الحاج، بتهدد بقى مين؟ بتهدد ال3 عناصر اللي فوق دول. التهديدات اللي تحت دي بتهدد مين؟ بتهدد العناصر اللي فوق، السريه والسلامه والتوفيريه. ايه بقى التهديدات دي؟ قال لي اول تهديد فيهم الوصول الغير مصرح بيه. مش انا لسه قايل لك ان السريه اللي بيضرها غير الوصول المصرح بيه؟ تمام؟ طيب يبقى الوصول الغير مصرح بيه ده بيضر السريه. بيقول لي هو شخص يدخل على نظام حاسوبي بدون اذن. لما شخص يخش على النظام او يخش على الاكونت بتاعك، كده ايه؟ عمل وصول غير مصرح بيه. طيب لو شخص دخل على النظام او وصل للنظام ماشي بشكل غير قانوني، هنا ده شخص هيخش بالاكونت والباسورد بتاعك ولكن هو سرقه فعمل وصول غير مصرح بيه. هنا شخص دخل وعمل شويه حاجات كده واخترق الموضوع وعمل حاجات يعني غير قانونيه عشان يوصل للايه؟ للاكونت بتاعك. فهنا ده مخترق وهنا ده وصول غير مصرح به. هنا هو دخل من غير ما يحتاج اي حركات ولا اي حوارات ولا اي حاجه، هو مجرد ما عرف الباسورد والاكونت بتاعك دخل وعمل وصول غير مصرح به. هنا لا اضطر ان هو يبعت لك لينك فيه فيروس، اضطر ان هو يعمل يعني يعمل سجست للباسورد، ولا اضطر يعمل اي حاجه. المهم ان هو اخترق الايه؟ النظام بتاعك بشكل غير قانوني، قال لي تدمير او سرقه الايه؟ البيانات. بعد كده عندنا البرمجيات الخبيثه، والبرمجيات الخبيثه هي كل ما هنتكلم عليه تحتيها. يعني عندك الفيروسات من ضمن البرمجيات الخبيثه، عندك الدوده، عندك برامج الفديه، عندك حصان طروادة، وعندك برنامج التجسس. سوري يا شباب. وعندك حاجات يعني ايه؟ كل ده من برامج الايه؟ من برمجيات الخبيثه. طب قبل ما اقول لك البرمجيات الخبيثه، قبل ما اقول لك البرمجيات الخبيثه هي ايه او ايه انواع البرمجيات الخبيثه، لازم أنا اقول لك حاجه مهمه. ايه هي البرمجيات الخبيثه وبتنزل ازاي؟ ايه هي البرمجيات الخبيثه وبتنزل ازاي؟ اول حاجه
البرمجيات الخبيثه بيقول لي هو مصطلح عام للبرامج الضاره. اي برنامج ضار بينزل على الجهاز، اي برنامج ضار هو عباره عن ايه؟ برنامج خبيث. طب بتيجي عن طريق ايه بقى؟ قال لي مواقع الويب والمرفقات البريد الالكتروني، يعني البريد الالكتروني، ومحركات اليو اس بي اللي هي الفلاشات، والشبكات. تعال نعرف كل واحده بتنزل ازاي. مواقع الويب، انا دخلت في فيلم يا مستر نزل جامد موت، تمام؟ طب يا ابني عايزين نتفرج عليه يا مستر، طب هو لسه ما نزلش على التلفزيون ولسه في السينما ومقفول، لازم اخش السينما عشان اتفرج عليه. انا معيش فلوس يا مستر وحالتي قحط وابويا مش هينزلني اصلا، بلا تقول لي ميري كريسماس بلا تقول لي ليله راس السنه، انا عندي امتحانات. فراح عامل ايه بقى؟ راح المعلم داخل مسرب التليفون من ورا ابوه عشان ابوه كان واخده منه عشان خاطر الامتحانات. فراح هو مسرب التليفون كده وداخل على اي موقع من المواقع اللي هي بتسرق الافلام دي، وراح داس على موقع ايه؟ وراح داس على موقع بيسرب الافلام دي، ودخل لقى لينكات جوه. طب يعرف منين ان هو ده لينك الفيلم؟ ما يعرفش. راح دايس على اي لينك فيهم، راح ايه اللي حصل؟ نزل له موقع طلع فيه لينك فيهم عليه برنامج خبيث، راح نزل البرنامج الخبيث على التليفون. يبقى المواقع البريد الالكتروني، انت دخلت على موقع غير معلوم المصدر، دوست على لينك غير معلوم المصدر، راح نازل عليه برمجيات خبيثه. طيب بعد كده عندنا قال لي عن طريق البريد الالكتروني، اي رساله بقى هتجيلك عن طريق البريد الالكتروني فيها اللينك اللي كان موجود في الموقع الويب ده. هنا كان في لينك في موقع الويب، هنا اللينك هيتبعت لك على ايه بقى؟ على الرسائل الواتساب، هيتبعت لك على الماسنجر، هيتبعت لك على الجيميل، هيتبعت لك على اي حاجه ايه فيها بريد الكتروني. بعد كده عندنا الفلاشات. انا دلوقتي يا مستر قبل ما بنمسك اي فلاشه وقبل ما نحط اي فلاشه في الجهاز وناخدها من حد، اقول له يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني الفلاشه دي متفيرسه، يقول لي لا يا عم ما تقلقش انا عامل لها انتي فيروس وبتاع. طيب يبقى ايه اللي بيحصل وليه بنسال السؤال ده؟ عشان خاطر الجهاز بتاعه ممكن يكون عليه فيروس، الفيروس ده نزل على الفلاشه، الفلاشه خدت الفيروس، انا احطها في الجهاز بتاعي، خلصانه، احنا الاثنين رحنا في داهيه. طيب بعد كده الشبكات. ايه الشبكات؟ يعني زي الواي فاي. الواي فاي ده انا داخل يا مستر ماشي في الشارع كده ولا بيا ولا عليا وحالتي قحط، بقول لك معيش والله العظيم اجيب كارت شحن. راح ايه اللي حصل يا مستر؟ لقيت شبكه مفتوحه، قلت اما اقعد اتفرج انزل الفيلم اللي انا كنت عايز انزله فوق ده، تمام؟ رحت قاعد مكونكت بالشبكه، عملت ايه يا باشا؟ رحت لقيت بينزل لي فيروسات من عن طريق الشبكه. ليه يا مستر بينزل لي فيروسات من عن طريق الشبكه؟ هو انت مش عارف او بتتعامل عن طريق الشريط وبتلاقي ان هو لازم يوصل واي فاي؟ طب ما انا بنقل لك بيانات عن طريق الشبكه، ما ينفعش بقى انقل لك برمجيات خبيثه عن طريق الشبكه؟ ينفع. يبقى البرمجيات الخبيثه بتنزل ازاي؟ لما اخش على شبكه غير معلومه المصدر، ممكن حد ينزل لي عن طريق الشبكه وينقل لي بيانات اللي هي ممكن تكون برمجيات خبيثه. تعال نخش على اللي بعده اللي هي ايه انواع بقى البرمجيات دي. طيب يا مستر عرفنا البرمجيات الخبيثه بتيجي منين، تعال نعرف بقى ايه هي البرمجيات الخبيثه. قال لي اول حاجه عندي الفيروسات. ايه هي الفيروسات؟ قال لي برامج ضاره تدمر بشكل متعمد بيانات او برامج، برامج ضاره تدمر بشكل متعمد بيانات او برامج، دي ايه؟ الفيروسات. طيب تاني مصطلح عندنا من مصطلحات البرمجيات الخبيثه وهو مصطلح مهم جدا، هو حصان طروادة. وحاسس ان هو يا هيجي لك حصان طروادة في الامتحان، يا هيجي لك برامج الفديه، يا هيجي لك الدوده. اي واحده من دول، من الثلاثه دول، هم اللي ممكن يجوا لك. والله هي البرمجيات الخبيثه كلها ايه؟ مهمه. طيب تعالى نعرف حصان طروادة ده بيتكلم عن ايه. قال لي ده برنامج متنكر على انه برنامج شرعي، يعني ممكن ينزل على اساس ان هو شكله لعبه، ممكن ينزل على اساس ان هو برنامج مثلا بتاع مسلسلات، ممكن ينزل على انه برنامج بتاع ماتشات كوره، بس هو في الاول وفي الاخر هو برنامج ايه؟ فيروسي، برنامج ضار، برنامج خبيث. طب بيعمل ايه البرنامج الخبيث ده؟ قال لي بيتنكر على انه برنامج شرعي، برنامج شكله عادي، يتسلل الى النظام ويبدا الهجمات بهدوء، يعني مش هحس بيه يا مستر، مش هتحس بيه. يبقى ايه اللي بيبدا الهجمات بهدوء ويتنكر على انه برنامج شرعي؟ اقول له حصان طروادة. تمام. طيب بعد كده قال لي عندي الدوده. قال لي الدوده دي يا مستر اصلا من خصائص الدودان العاديه ان هي بتقعد تعمل انقسام وتقعد تتكاثر ذاتيا، يعني كل دوده واحده تطلع منها ديدان كتير والكلام ده كله. ليه؟ لان هي اصلا كائنات رخويه فبتقعد ايه؟ تتكاثر ذاتيا. طيب بعد كده قال لي ده برنامج ينسخ نفسه، مش هي كانت بتنقسم وتقعد تنسخ نفسها وتولد من نفسها كده؟ قال لي برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر الانترنت، يعني ده برنامج بيقعد ينسخ في نفسه لحد ما يبقى فيروسات كتير. طيب بعد كده برنامج التجسس. ايه برنامج التجسس ده؟ من اسمه بيتجسس عليا، يعني عايز يعرف عني حاجه. قال لي بينقسم لنوعين، النوع الاول مسجل لوحات المفاتيح، يقعد يشوفك كده انت بتعمل ايه، بتكتب ايه على الكيبورد،
بقول والله يا مستر انا بكتب الباسورد بتاعي، يقوم واخد الباسورد بتاعك ويروح يبعته لطرف ثالث. من الطرف الثالث؟ اللي مكريت او مبرمج البرنامج الخبيث اللي هو بتاع الاعلانات ده. طيب بتاع برامج التجسس. بعد كده النوع الثاني برامج الاعلانات. بتعمل ايه برامج الاعلانات؟ بتقعد تعرض لك اعلانات وتخليك ما تعرفش توصل للبيانات بتاعتك، ما تخلكش تعرف توصل للبيانات بتاعتك. يعني بتضر بايه؟ بتضر بالتوافريه. طيب يبقى برامج الاعلانات بتوقف لك الشاشه وتقعد تعرض اعلانات لحد ما تفصل انت النت، عشان كده تقطع مصدر الايه؟ الاعلانات او مصدر البرنامج عن التليفون. بعد كده تعمل بقى سوفت وير وتشوف هتعالج مشكلتك دي ازاي. نخش على اللي بعده. قال لي يا مستر بعد كده عندي الجرائم الالكترونيه. انت يبقى الجرائم الالكترونيه بيقول لك ان هي افعال اجراميه، خدناها قبل كده يعني في درس بتاع الاخلاقيات. افعال اجراميه ترتكب عبر الشبكه، الكمبيوتر، اي حاجه سيئه بنعملها بالتليفون والاجهزه والشبكات والكلام ده كله تعتبر جريمه الكترونيه. انتهاك قانون الوصول غير مصرح به، يعني اوصل للاجهزه بتاعه الكمبيوتر باستخدام هويه مستخدم او كلمه مرور خاصه بشخص. وركز ان انا هستخدم هويه مستخدم وكلمه مرور خاصه بشخص، ده كده اسمه وصول غير مصرح به. اسمه وصول ايه؟ غير مصرح به. طب الوصول الغير قانوني الى الكمبيوتر باستخدام هويه مستخدم اللي هو كان الاختراق. قال لي جرائم تتضمن العبث بالبيانات المخزنه او التلاعب الغير مصرح به بالاجهزه. طب جرائم قائمه على الشبكات، جرائم ترتكب بسبب استخدام الشبكات مثل الاحتيال او التشهير او انتهاك حقوق المؤلف. ايه انتهاك حقوق المؤلف دي؟ اللي احنا كنا بناخد حاجه بتاعت حد واحنا ايه وهو كتاب حد مثلا وهو ما اذنلناش، ما ادناش الاذن. طيب بعد كده الاحتيال يعني اضحك على حد، والتشهير يعني اسيء لحد عن طريق الانترنت. طيب كلمات المرور والمصادقات. ويلا نخش على الدرس اللي بعد كده ونشوف كلمات المرور والمصادقات. بالنسبه لي درس جميل جدا ودرس يعني من اسهل الدروس اللي عندك، بس محتاج يتفهم. طيب ايه هي بقى كلمات المرور؟ قال لي كلمات المرور يا مستر دي حاجه احنا بنستخدمها عشان نعرف صاحب الحساب ده هو صاحب الحساب الشرعي، هو الاصلي ولا مش هو. تمام جميل. طيب يبقى كلمات المرور بيقول لي هي سلسله من الاحرف تستخدم للتحقق من هويه المستخدم وانه ايه بقى؟ هو صاحب الحساب الشرعي. طب بنعمل بقى كلمه مرور عشان تكون قويه كده وسترونج اندبندنت. كلمه مرور عايزين نعملها ايه؟ عايزين نعملها ازاي؟ قال لي يجب استخدام سلسله احرف طويله. يجب استخدام سلسله احرف طويله قدر الامكان، يعني ما يقلوش عن 8 حروف. طيب بعد كده بيقول لي اجمع بين الاحرف الكبيره اللي هي الكابيتال والاحرف الصغيره اللي هي سمول والارقام والرموز. يعني عندك 4 انواع تستخدمهم في كلمه المرور عشان تصعب توقع كلمه المرور دي. بعد كده قال لي لا تستخدم معلومات شخصيه مثل التاريخ او العنوان او عنوان البريد الالكتروني او معرف المستخدم. يعني ما تحطليش محمد 2010 في الايه في كلمه المرور. ليه؟ لان ده سهل ان حد يتوقعه فيخش على الاكونت بتاعك. طب تعالى نعرف بقى انواع كلمات المرور وركز معايا عشان الموضوع والله العظيم جميل. قال لي عندي نوعين يا مستر اسمهم لكلمات المرور، اسمهم الاو تي بي والمصادقات. اول حاجه ايه الاو تي بي ده يا مستر؟ قال لي الاو تي بي دي كلمه مرور تتغير دوريا وتستخدم مره واحده. كلمه مرور تتغير دوريا وتستخدم مره واحده. يبقى الاو تي بي بص اسمها اصلا او تي بي ليه؟ وان تايم باسورد. كلمه مرور تستخدم المره واحده وتتغير دوريا. جميل. المصادقات او المصادقه عمليه التحقق من هويه المستخدم على الكمبيوتر او الشبكه وليها انواع. ايه الانواع بقى؟ قال لي عندي مصادقات قائمه على المعرفه، مصادقات قائمه على الحيازه، مصادقات بايومتريه، مصادقات ثنائيه، مصادقات متعدده الخطوات. تعال نعرف كل واحده فيهم بتتكلم عن ايه. المعرفه يعني انا عارف، المعرفه يعني هو الاختلاط بالفلاحين يعني مش عايزين احسن ناس. انا فلاح وابويا فلاح وامي فلاح عادي. طيب يعني انا دلوقتي عارف ايه كلمه المرور دي؟ عارف كلمه المرور يعني انا عارف البيانات بتاعت الاكونت. كلمه مرور قايمه او مصادقه قايمه على المعرفه، يعني انا عارف الحاجه ومجرد ما انا عارفها خلاص دخلتها هتفتح. يعني ايه بقى؟ بيقول لي انا عارف ايه؟ انا عارف معرف المستخدم اللي هو الاكونت بتاعي وعارف كلمه المرور. يبقى كده الاكونت بتاع الفيسبوك هيفتح ولا هيعطلني؟ هيفتح. طيب ورمز البي اي ان برضو لو انا عارفه، في بعض الحاجات بتحتاج رمز بي اي ان فبتفتح على طول. بعد كده قال لي مصادقات قائمه على الحيازه، وحيازه يعني املك، حيازتي يعني ملكي، في حيازتي يعني ملكي. ايه الحاجه اللي مضطر ان هي تكون معايا تكون في حيازتي عشان ابدا اتعامل واشتغل بيها واسحب فلوس مثلا، او اتعامل على انها ايه؟
على اني بدخل الباسورد وتشتغل. قال لي مثلا لو انت رحت تسحب تموين من عند الراجل، لازم تحتاج الكارت بتاع التموين ولا تقول له كده انا معايا كارت في البيت وهو يسحبه لك؟ قال لي لا، لازم ايه يكون معايا بطاقه التموين يا مستر. طب هنا نفس الكلام، قال لي البطاقه الذكيه ايا كان بقى البطاقه الذكيه دي هي ايه، ايا كان البطاقه الذكيه هي ايه، ممكن تكون بطاقه التموين، ممكن تكون بطاقه الفيزا، ممكن تكون اي بطاقه. طيب بعد كده الاس ام اس والاو تي بي، الاثنين دول لازم يكون معايا الخط اللي هو الخط بتاع التليفون عشان يبعت لي كلمه السر بتاعت الاو تي بي او يبعت لي الرساله النصيه اللي هي الاس ام اس. طيب جميل، يبقى انا المصادقه القائمه على الحيازه ثلاث حاجات: بطاقه ذكيه، او تي بي، اس ام اس. بطاقه ذكيه، اس ام اس، او تي بي. تمام. طب والاثنين دول ليه قائمين على الحيازه؟ عشان لازم لما يتبعتوا لي يكون معايا الخط بتاعي او التليفون عشان يتبعت لي عليهم الرساله دي. طيب بعد كده البايومتريه، ودي شبه البيانات الايه الحيويه. جميل، اللي هي بصمه الاصبع، قزحيه العين او الوجه او اسمها او العين بس، وبدل بصمه الصوت هنحط ايه خط اليد. يبقى المصادقه القائمه على البايومتريه اللي هي بصمه الاصبع اللي بتفتح بيها التليفون، قزحيه العين او الوجه او العين اللي هي بتفتح بيها التليفون برضو، وخط الايد اللي هو بتاع الامضه بتاع الشيكات بقى بتاع البنوك والكلام ده كله. طب مصادقه متعدده الخطوات، يعني عايز اكتر من خطوه عشان يفتح لي الايه، يفتح لي الاكونت بتاعي. والمصادقه الثنائيه نفس الكلام، الاثنين دول شبه بعض اللي هي متعدده الخطوات، والثنائيه يعني شبه بعض في ايه؟ الاثنين على خطوتين. الثنائيه بتحتاج باسورد واس ام اس، او باسورد ورقم بي اي ان. هنا برضو باسورد اللي هو كلمه مرور وسؤال سري. مين اللي بيعمل السؤال السري ده؟ انا اللي بعمله لحظه انشاء الاكونت، انا اللي بعمله لحظه انشاء الاكونت، بكتب له سؤال سري محدش يعرفه غيري عشان لما اجي افتح الاكونت يقوم ايه، يقوم الاكونت يفتح معايا بعد ما اكتب كلمه المرور. يعني انا لو عارف كلمه المرور ومش عارف السؤال السري الاكونت مش هيفتح. لو معايا الباسورد ومش معايا الاس ام اس برضو الاكونت مش هيفتح. لو معايا الباسورد وما عرفتش رقم البي اي ان برضو الاكونت مش هيفتح. طيب عندي بقى شويه حاجات عشان أأمن معلوماتي. قال لي أول حاجة التحكم في الوصول. عمتك لما بتجيلك البيت هي وعيالها كده وأنت ما بتحبهمش، أول ما بتيجي بتقوم عامل إيه؟ خلع السلك بتاع الواي فاي وتقول لهم النت قاطع. جميل، تعال اقول لك بقى على حاجه احلى من كده بكتير، ان احنا ممكن نحدد عدد الاشخاص اللي يخشوا على الراوتر ومهما حد كان معاه الباسورد ما يخشش، اللي هي اسمها ايه بقى؟ التحكم في الوصول. قال لي هي طريقه الحد من الوصول الى انظمه الكمبيوتر او البيانات بحيث فقط لمستخدمين محددين انا وبابا وماما واخواتي يتم التحقق منهم من خلال استخدام المصادقه. فين المصادقه؟ اللي هي اللي فاتت. يبقى انا هحدد ان انا وبابا وماما واخواتي احنا اللي نخش، اي حد تاني حتى لو معاه الباسورد مش هيعرف يخش على الراوتر بتاعنا. لا اما واحد يفصل يخرج او يقفل الشبكه عنده عشان اللي معاه الباسورد ده الشخص اللي هو داخل من بره ده يعرف يخش. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها التحكم في الوصول، نخلي اشخاص قليلين يخشوا عن طريق الباسورد بعدد معين. يعني انا طب الاشخاص اللي هم القليلين دول هم 5، انا محدد 5 على الراوتر، لو واحد فيهم مش معاه الباسورد مش هيخش. يعني لازم برضو عشان يخشوا على الراوتر لازم يكون معاهم الباسورد، حتى لو انا محدد عدد اشخاص، حتى لو محدد عدد اشخاص. قال لي عندي جدار الحمايه، جدار الحمايه ده عامل زي البودي جارد واقف عند نقطه وصول الايه الشبكه، يعني قبل ما انت تتصل بالشبكه ده واقف يشوف البيانات اللي داخله، امنه خش، مش امنه ما تخشش. تمام. طيب قال لي عشان تحمي نفسك بقى لازم تعمل ايه من الفيروسات؟ لازم تعمل تحدث البرامج بتاعتك اللي هي الابلكيشنز بتوعك اللي على التليفون ونظام الجهاز اللي هو سواء ويندوز او اندرويد او ايا كان، تحدثهم ايه دايما، وخلي معاك نسخه احتياطيه، يعني تعمل نسخه يبقى معاك نسخه ثانيه على كارت ميموري بقى على اي حاجه من بياناتك عشان لو حاجه اتمسحت تعرف ايه تجيبها تاني. طيب كده خلصنا الجزئيه دي. اخر درس في الوحده الثالثه اللي هو الاحتيال والتهديدات الخاصه بقى بالاشخاص والكلام ده كله. طيب قال لي الاحتيال يا مستر بيتم عن طريق 3 حاجات: احتيال بالفواتير، الحصول الغير مصرح به، سياسه امن المعلومات، وده الجزء اللي هنامن بيه المعلومات ونعرف الشركات بتامن معلوماتك ازاي. الاحتيال بالفواتير بينقسم قسمين وهقول لك كل واحده المفتاح بتاعها ومفتاح حلها في الامتحان هيجي ازاي. الاحتيال بالفواتير قال لي عندي فاتوره احتياليه والاحتيال بنقره واحده. الفاتوره الاحتياليه احتيال يتم فيه اصدار فاتوره، يبقى الاحتيال لما يقول لي فاتوره احتياليه هتلاقيه بيقول لك ايه؟ يتم فيه اصدار فاتوره. لما يقول لي عن طريق فاتوره، لما يقول لي احتيال عن طريق فاتوره اقول له ايه؟ ده فاتوره احتياليه، دي فاتوره احتياليه. طب الاحتيال بنقره واحده،
الاحتيال بنقره واحده يا مستر. يعني ايه فاتوره احتياليه الاول؟ يعني انا هعمل لك فاتوره كده تبان ان هي جامده، وتبان ان هي جامده ايه؟ تبان ان هي سليمه والمنتج كويس والمنتج ده تمام، وتخش وتلاقي اصلا الابلكيشن ده مش موجود، والشوبنج اللي انا بعمله راح على الفاضي ودفعت فلوس لناس نصابين. تمام؟ هو بيبيع لك الهوا من الاخر، هيعمل لك ويب سايت يبان ان هو ويب سايت تمام، خش اعمل شوبنج يا باشا، روق على حالك، بضعي من شيء زي ما انت عايزه، وفي الاخر تلاقي الموضوع ايه؟ فيستك، انا بدفع فلوس في الفاضي. طيب بعد كده الاحتيال بنقره واحده، نفس الاحتيال عن طريق فاتوره، بس هنقول ايه بقى؟ ان انا هبعت لك لينك الفاتوره على الاكونت بتاعك او على البريد الالكتروني بتاعك. الاحتيال دولي يتم فيه النقر على رابط يو ار ال اللي هو اللينك بتاع الويب سايت في موقع ويب او بريد الكتروني، فيؤدي ذلك الى رساله تؤكد انه تم ابرام عقد يلزم بدفع مبلغ. يعني هيقول لك ان انت اشتريت الحاجه دي فانت محتاج تدفع الايه؟ الفلوس. طيب احنا دلوقتي ايه كلمه السر بتاع الاحتيال بنقره واحده؟ قال لي احتيال يتم فيه الضغط على رابط. لما تلاقي النقر على رابط تقول له احتيال بنقره واحده. طب تلاقي عن طريق فاتوره تقول له الاحتيال فاتوره احتياليه. طب عندنا الحصول الغير مصرح به، يعني هحصل على حاجه من غير اذن صاحبها. قال لي عندي ثلاث حاجات: التصيد، الهندسه الاجتماعيه، والتزوير. التصيد بيعمل ايه؟ قال لي هعمل لك ويب سايت يبان حقيقي زي الفيسبوك، تخش يا باشا زي الطور تكتب الباسورد والاكونت بتاعك، الواد خد الباسورد والاكونت بتاعك وفتح الاكونت وايه بقى وعاش جوه، وانت قاعد بتنزل بوستات وهو تلاقيه بينزلك حاجات: يا اخوانا يا اخواتي ابعتوا لي فلوس على الفودافون كاش اصل انا الدنيا مش عارف ايه. بعد كده انت بفتره تقوم منزل الاكونت بتاعك كان متهكر والله يا اخواتي، فاهم انت الحوار ده؟ تنزل حاجه تلاقي الناس قلبت عليك تقوم تقول لهم الاكونت بتاعك كان متهكر. قول لهم التصيد يا باشا، قول لهم انا دخلت تم التصيد عليا. طيب بعد كده الهندسه الاجتماعيه، قال لي انتحال الشخصيه والتجسس المباشر والبحث في المهملات. ايه بقى الانتحال الشخصيه ده يا مستر؟ انا هعمل نفسي لابس وش مش وش. يعني ايه لابس وش مش وشي؟ يعني انا هعمل نفسي شخص انا مش هو، هعمل نفسي شخص انا مش هو. تمام. طب التجسس المباشر، هلزق للراجل اللي بيكتب الباسورد او بيكتب البيانات بتاعته، هقعد جنبه على الشاشه لحد ما اشوف هو بيكتب ايه، وبعد ما يمشي اقوم مدخل الباسورد والاكونت بتاعه واسرق الحاجه بتاعته، واخش برده ونهكر والكلام ده كله ونقول تم تهكير والحاجات دي كلها. طيب البحث في المهملات، هندور في الزباله. الشخص اللي بيعمل الكلام ده بيدور في الزباله على اي بيانات او على اي ورق بتاع الايه؟ بتاع الشركات، بيدور في الزباله على الشركات، على بيانات الشركات. تمام؟ يبحث كده لحد ما يلاقي ورقه يجمعهم مع بعض من اللي هم متقطعين من الشركات دي، وايه؟ ويبحث ويدور على البيانات بتاعه الشركات اللي مرميه في الزباله. طيب التزوير بقى، التزوير شفت فيلم القنصل وهو بيزور؟ كان بيطلع كان بيصفر الناس بباسبور واحد، كل واحد يشيل الصوره بتاعته ويحط صوره الشخص الثاني، يشيل الصوره بتاعت الباسبور الاصليه ويحط صوره الشخص الثاني. يبقى شخص بيستخدم بيانات عشان يدفع او عشان يعمل اي حاجه في الدنيا، عشان ايه؟ يبقى بيانات ثانيه او يعدي بالبيانات دي او محدش يمسكه او هربان او الكلام ده كله، ده اسمه ايه؟ اسمه تزوير. طيب بعد كده عندنا سياسه امن المعلومات. سياسه امن المعلومات دي يا باشا، دي السياسه اللي بتامن الشركات بتامن بيها الناس. ايه بقى سياسه امن المعلومات؟ قال لي سياسه امن المعلومات بتندرج على المثلث ده: السياسه الاساسيه، معايير الامان، اجراءات التنفيذ، وقواعد التشغيل. ايه السياسه الاساسيه دي يا باشا؟ قال لك صف المبادئ الاساسيه والاعلانات المتعلقه بامن المعلومات الخاصه بالمنظمه. يعني هنبدا بقى كده نرتب ونشوف احنا هنعمل امن للمعلومات او امن للداتا بتاعت العملاء بتاعتنا، هنامنهم ازاي. تمام؟ دي السياسه الاساسيه على الورق كده، لسه على الورق. بعد كده يا صديقي قال لك معايير الامان. معايير الامان بيقول لي هنحدد القواعد اللازمه لتطبيق السياسه الاساسيه عمليا. يعني هنشوف احنا هنطبق الكلام ده ازاي، هنطبقه على الابلكيشن ولا هنطبقه ان احنا نجيب جردات ونامن الناس دي، ولا هنعمل ايه بالظبط. فبيشوفوا عمليا الكلام ده يتطبق ازاي. بعد كده التنفيذ بقى، قال لي حدد بوضوح الاجراءات اللازمه بناء على الجمهور المستهدف والغرض المقصود من ايه؟ من سياسه الامن دي، اللي هو انا هامن الناس دي عشان ايه؟ انا هامن الناس دي مين اصلا؟ الناس دي اللي انا هامنهم هي دي اجراءات التنفيذ وقواعد التشغيل. سياسه امن المعلومات اصلا في الاخر قال لي مجموعه من القواعد والارشادات الاساسيه التي تضعها شركه او منظمه للحفاظ على امن المعلومات وحمايته، سواء كانت بقى معلومات الناس او معلومات الشركه نفسها. فدي سياسه امن المعلومات اللي الشركه بتحطها عشان تامن الناس وتامن نفسها. طيب كده احنا نكون خلصنا الوحده الثالثه وخلصت لك الجزء النظري اللي عندك في المنهج في اول 3 وحدات. تمام؟ طيب فاضل لك ايه بقى في ذمتي؟ فاضل لك الوحده السادسه والوحده السابعه. ان شاء الله هينزل لك النهارده الوحده السادسه تاني برضو تقريبا، يعني ان شاء الله نقدر نصورها وتنزل. والوحده السابعه
بكره ان شاء الله مع الوحده السابعه بقى. اول ما نخلص الوحده السابعه على المغرب كده، يعني اظبط ساعتك على الساعه 8 باذن الله، تلاقي نفسك بينزل لك حل شامل كافي وافي على المنهج كله في ليله الامتحان بتاعتك يا صديقي. ويبقى كده انا كفيت ووفيت معاك من اول السنه وما خليتكش محتاج اي حاجه. اي حد محتاج الملزمه او البي دي اف في اي فيديو او في اي محاضره نزلتها، يبعت لي على الواتساب وهبعت له البي دي اف بتاع الملزمه، مفيش اي مشكله. تمام. ولو عندك اي اسئله برضو ابعت لي، اكتب في الكومنتات. بس يعني ما تبخلش علينا وتقول لنا ايه رايك، تعمل لنا لايك الجميل، كومنتك الرايق، وروق علينا عشان نروق عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.